متاكده من كده. طب ما انت عارفه كده بعت تراضيني ب 500 جنيه بس. انت تؤمر، عايز كام؟ فين ال 20 جنيه الشقيه اللي تحلوا بيها كل المشاكل؟ اسكت، مش صرفتها كمان؟ ايوه. طب خلاص، ما عاوز حاجه. يعني صافيين؟ صافيين. طيب نهارك سعيد. نهارك زي الفل. ايه ده؟ وانا اعمل ايه يعني؟ كنت غضبان منك وما عرفتش انك هتصلحيني. روح على شغلك، وان شاء الله اول ما ترجعي ابقي وديها لبتاع الكاوتش. احنا ما استفدناش اي حاجه من ام الكتاب ده. ايه يا عم مو صلاح، خربطت دماغنا يا عم. الفن اللي مبالاه، لا مبالاه ايه؟ انا فاهمين المبالاه، ما نفهم الا مبالاه. بنت يا خوخو، ما فيش اخبار عن اخوكي؟ لا يا اخو، من ليله ما سافر لا اتصل ولا نعرف عنه حاجه. يعني عنايات ما بيتصلش بالعمده بيقول له اخباره؟ ما نعرفش حاجه، اللي بين عوض وابوي محدش يعرفه غير ربنا وهم التنين. وانت قلقان ليه يا مغاوي؟ اياكش تكون قلقان من ان عوض ربنا يكرمه يقوم العمده حامد يغير رايه ويعطيه حقه في الوصيه. انسى. لا لا لا، عوض فاشل وهيفضل طول عمره فاشل، ويومين ولا 3 تلاقيه عامل مصيبه وراكب القطر وجاي. ايه الخوته دي؟ ايه الخوته دي؟ يلا هات التوام من هناك، العبوا بعيد. انت مالك؟ انت بنلعب في عمارتنا. عمارتكم؟ عمارتنا. عمارتكم منين ان شاء الله؟ انا هادي ابن المعلم منصور اللي في الدور الرابع. حصل لنا الجرف يا اخويا. جرف؟ انا عارف ان اسمها الشرف، بس بخلقتك دي اسمها الجرف. يلا هات التوام من هناك، قلت العبوا بعيد. لا هلعب هنا، العبوا يا عيال. اسمع يا واد يا باعج انت وراس عمتي غز اللي نجر ومفيش يسحف ركبني. لو ما مشيتش من هنا لكون ماسك الكرة دي ومقطعها، انت فاهم ولا لا؟ ولا تعرف تعمل اي حاجه. العبوا يا عيال، ما يمكوش منه، ده باب شغال عندنا. بواب شغال عندكم؟ طيب معاك. طيب مش انا بواب وشغال عندكم؟ طب ادي كرة اهي. انت بتقطع لي الكرة؟ آه. طب وربنا لا جاب لك اهل. بلا اهلي بلا زمالك بلا بلديه المحل، هات اللي تجيبه. يلا هات التواب من هنا. يلا يا بنت يا قمر انت. يلا يا بنت يا قمر امسك من هنا، خلي بالك وانت بتنتج. يا بنت بالراحه يا بنت على السلم. دراع عماره. عوض ابو حامد جه. يعني كل شنب وله مقص. الحقيني يا امه، الحقيني يا مرات ابويا. في ايه يا ولا؟ بابا الجديد خد مني الكرة وقطعها لي. قطع لك الكرة؟ ده نهار امه مش فاهم. كنايه يا عيال، يلا كل واحد يجيب حاجه في ايده ويجي ورايا. هو فين؟ يلا عليك يا ولاد، تعالى لي يا بواب انت. الدنيا ضغطت على خايف ووسعت على مدور. يا فقير يا رب يا رب يا رب. افتح الهواء الغرب. يعني يوم ما تعرف عيل صغير يطلع اهله دول حط في كل شيء اسود الا في البطيخ ابيض. اطلع لنا لو كنت راجل. ابوي بيقول اني مش راجل. بس انا راجل غصب عنكم وما طلعش. ايه؟ خايف من شويه نسوان وعيال؟ لا الفحل اللي تستهتر بيه يغرقك، وبعدين انتوا حريم انتوا، ده انتوا هوايل تتعبى في شوايل. مش هنسيبك، انت في ايه؟ هنسيب حقنا؟ يا رب يا رب انقذني من الموقف ده وانا عصب راسي وما عملتش حاجه تزعلك. يا رب خلاص يا وليه، خلاص انا نايم دلو. افتح بقول لك. اي العمود الفجري يا بنت الفجري. افتح بقول لك، اطلع لنا احسن. عمود الفجري عندي مشكله في الرابعه والخامسه، خبطتي فوقها بابا. افتح بقول لك. واه ملكة هاني، ملكة فتحية بتتعاركوا مع مين؟ الافندي البواب الجديد قطع للواد الكوره. لا كله لأولاد منصور. اهو جالك اللي هيربيه. خش له يا معلم. ولاد منصور ما حدش يدوس لهم على الطرف. احنا نعرف نعمل اياتها حاجة مع اياتها حد في اياتها مكان، وحط تحت اياتها دي 1,000,000 خط. هو ايه الشعرايه الصفرا دي يا معلم؟ شعراية؟ وايه ريحه البرفان الحريمي دي يا معلم؟ برفانين؟ لا
اجمد يا ابو حمو اجمد. مسا مسا على الشنبات اللي هتمشيها العبايات. فالح بس بره تدخلني في حسك وكل اياتها اياتها. ايديك هيتجري عليك يا اياتها النفس المطمئنه. كله نفس ذائقة الموت. اجمد يا ابو عمو. انا جامد اوعى تنخ. دول مراتات وانا عارفهم. لو دخلوا هنبقى لابسنا كفته وبنيه. طب نعملوا ايه؟ يجيبوا معلقه ونحفروا نفق ونخرجوا بره البلد ولا نعملوا ايه؟ لا نصبر. نصبر لحد متى؟ لحد ما يتعبوا؟ لا لحد ما يموتوا. دول ما يتعبوش. هنفضل نديه لحد ما يموتوا. يعني كان لازم تقطع الكرة بتاعت الواد. يعني وانت كان لازم تتجوز جوز البهايم دول وراس عمتي جوز لو خيروني بين حكم الاعدام وان اتجوز مره من دول لاخد المشنقه في باطي. اطلع لنا بتبص بره ليه؟ واحنا قصرنا في حاجه؟ قصرته ما قصرتوش. هتلاقي العوام ده فين؟ وكمان واحده بشعر اصفر. طب ما احنا كان شعرنا اصفر وشد من الهم. اطلع لنا يا منصور، اطلع لنا احسن لك. افتح كنت كنت مع مين؟ افتح يا منصور. هستسلم هسيب نفسي والميه هترفعني. سكرات الموت ولا ايه؟ اجمد يا اخي اتحط في ميزان حسناتك. طب ما نرمي لهم قط يتلهوا فيه. قط ايه ده ياكلوه؟ ما ده المقصود، ما احنا عايزينهم ياكلوا ويتلهوا فيه، احنا اللي قاصدين. افتح يا منصور، افتح يا منصور احسن. يعني هو الواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده من الدوشه ووجع الدماغ يا عالم يا زينة الناس. خد راحتكم. افتح افتح بقولك يا منصور. افتح يا منصور. ni le bien. حقني عوض. اسمك القرش. لو حصل لي حاجه قول لي عوض. Ça m'est bien égal. Rien de rien. قبصوه كيف ما الفهد بيقبص الغزاله في ناشونال جيوغرافيك. بيني وبين الموت شعر صفرة انطفت لي. شكرا يا رب. شكرا يا رب. يا عوض سيبني للوحوش دول ياكلوني. يا عم ما انت زينها. امال ايه عاد؟ بتجيز غلاوتك عندنا؟ يعني كان لازم تقطع الكورة يا اخي. ايوه يا عم الناس اللي جابوا لها نجاله برتقاني وعربيه 9 برتقاني. ايه انت عندك برد ولا ايه؟ خدوه خدوه. يلا يا عم ما تجيب شويه اكسجين في كيس. سيبني الاسماك القرش ياكلوني. الله الله على الطرود. يا الله تعرف تسوق؟ سلام يا منصور. مع السلامه يا منصور. اصلك دي كانت كرة كبس جيب له ميه على رجليه وتكسر صوابعه. حالا هيكون عنده كرة احسن من اللي اتقطعت مليون مره وهيكون عليها توقيع ميسي كمان. وهيلعبوا في المدخل يا عوض. يلعبوا في المدخل؟ ده انا هخططه لهم واجيب لهم عرض وشبك كمان. وهتقف جول مشترك. على الطلاق لا تلاقوا محمد شناوي واقف. يلا روحوا. ماشي يا عوض. يلا يا عيال يلا. الله نيزك يوجع عليك. نيزك ايه؟ الله مجره كامله توجع عليك ومجره ضرب التبانه تخبط فيك. ازيك يا بواب؟ خد يا بنت يا خدام ده من هنا. ايه يا بنت؟ انت ايه حكايتك؟ انت هتنط لنا كل شويه عاد؟ ايه رايحه فين انت؟ وانت مالك؟ انا طالعه عند استاذه دنيا الراقصه. استاذه ايه؟ هتديك حصه رقص؟ لا يا خفيف انا طالعه الم النق. وانت مالك؟ ما تخليك في حالك، انا عامله عزومه. عزومه؟ وعاملين اكل ايه؟ شكشوكه ولا شيك شكشك؟ ناكل شكشوكه ناكل شيك شكشوك. خليك انت في حالك وكل عيش يا بواب. كل في داهيه. بقول لك ايه، هات رقمك. ايه يا بنت انتوا ما بتجوش غير بالشتيمه؟ ايه يا بنت ما تتقلي عاد؟ هنبتديها شكت من اولها. انت دماغك راحت فين؟ انت فاكر مفيش في جمالك اتنين؟ لا مفيش. انا عايزه رقمك عشان لو نزلت السوق جبت طلبات هكلمك عشان تيجي تساعدني. انا معيش بيزنس كارت ما جبتوش. ما تحترم نفسك بقى، انا عايزه الخط. ابويا على الجهل بتاعكم ده. هات سجلي رقمك هنا. الله الله، ايش فيديو دش. ايه يا بنت؟ انت مقلب العده دي منين؟ جرى ايه يا بنت؟ انا ما بحبش اتكلم مع الفجر عشان كده. سجلي رقمك اخلصي. ده تاتش؟ ايوه تاتش.
ايه يا بنت القرف اللي انت عملتيه ده؟ بتعمل ايه ليه ده؟ مش تاتش، ايوه تاتش. انا عايده نضيفه. انا مالي ومال يدك، انا بتحدث عن خشمك اللي عاوز اقطعه ده. امال هتاتش ازاي؟ تاتش عادي من غير ما تحط يدك في خشمك، كاكم البلاوي. يا عم ده انا باركتهولك، خد. يلعن ابو قرف. اغسل الجلابيه شكلك عاد. هو القمر ده مكشر ليه؟ لا بجد هي مش طبيعيه، دي كل حاجه زعيق ونكد واوامر وقرف، دي حاجه بقت تقرف. ما انا قلت لك تعالي عيشي معايا. والله إذا كان عليا انا مش عايزه اعيش معاها دقيقه واحده، بس يعني افرض مثلا هي جرالها حاجه يرجعوا يقولوا انا السبب. هيجرى لها ايه اوفر؟ هتزعل شويه وبعد كده هتنسى والموضوع هيبقى عادي يعني. فكري. بس ما تتكلمش، هي بتتصل. الو، ايه يا ماما؟ لا انا لسه مخلصه اهو راكبه اوبر ده الدنيا زحمه جدا. يا ساتر يا ساتر، ده شكل فيه حادثه كبيره جدا. يا ساتر. ماشي، اول ما الطريق يفك هاجي على طول. يلا سلام. هات لي الشاي يا ولد. الشاي ده عندي يا ريس. الواجب ده مني يا عمو. بتوجب عليا بتاع ايه؟ جريبي؟ في بينا النسب؟ ده انا واجب عليكم على القهوه دي كلها. خلاص الشاي وحسابي وحساب القهوه كلها عند عمهم. استنى بس يا عمهم، يا عم اوجب عليك في بلدنا مش هنا. خلاص الشاي عندك يا عم ولا عندك ولا عندي، ما كل واحد يدفع الشاي بتاعه. انت هتصاحبني؟ خلاص في ايه يا عم، ده شاي. اهم حاجه عندنا راحتك يا عمهم. هموت واعرف مين ولاد الكلب دول اللي انا عمهم. عمي وعم عيالي وعم الناس كلها، لكن انا عشان بحب اجيب من الاخر عمهم. طب ما تجيب من الاخر وتقول لي انت عاوز ايه، عشان بدات اقلب منك بصراحه. يا باشا انا عزوز، عم السماسرة هنا. عارف انا سموني عزوز ليه؟ ليه؟ عشان انا اسمي محمد عزوز. لا والله. بس انا عشان بحب اجيب من الاخر عزوز. ايه يا عم وقفتنا عزوز؟ ايه التناكه دي؟ بعدين انت كده بتجيب من الاخر؟ ده انت الجمله اللي انت قلتها دي نحطها بين قوسين ونرميها في اقرب زباله. ما تجيب من الاخر وتقول لي انت عاوز ايه؟ انا اخر 10 سنين في حياتي حصل فيهم احداث كتير قوي، لكن عشان بحب اجيب من الاخر هجيب لك من اخر 3 سنين من اول ما انا جيت المنطقه. يا عم ما تجيب من الاخر وتقول من اول ما انا جيت القهوه. عاوز ايه؟ انا عندي علم انك مسكت العماره اللي على اول الشارع، او زي ما بتقولوا العماره اللي على اول الشارع. انت صايع جو وواعر جو وصعيدي جو وهرشنا جو. ايوه يا سيدي، مسكت العماره اللي على اول الشارع. ان شاء الله يكون في بينا شغل ومصالح. عشان سمسار يعني؟ لا يا سيدي، ما عندناش شقق فضي. لا في الشقه المفروش، او زي ما بتقولوا الشقه المفروش. شقه؟ عارف ان الشقه دي ممكن تاكل منها الشهد، او زي ما بتقولوا بنقول الشهد وبنقول الشقه. اكل منها الشهد كيف؟ تتاجر باليوم. انت بس خد المفتاح من صاحبتها وانا ليك عليا اطلع لك مصالح كل يوم. مصالح ايه يا عم؟ مصالح كيف يعني؟ يا عمنا في ايه انت مش بعد فاهمني يدك ليه؟ بس بعد يدك. ليه مش اتكلم مدرج- بخشمك. مش فاهمني ليه طيب؟ ما افهم ايه؟ انت قلت حاجه واحده افهمها، ما تقول حاجه واحده افهمها عشان افهمك. عم بقول لك مصالح مصالح. طب بص، شايف الشاب الامور اللي قاعد هناك ده؟ امور؟ ماله؟ شو قاعد على كرسي اهو؟ أيوة. بس مش قاعد على بعضه، تعبان. تعبان عنده ايه؟ كورونا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عشان الدهن قاعدين لوحده وعازلينه. يا عم انا كنت لسه قاعد معاه، مفيش كورونا بس في سخونيه. مش كورونا بس في سخونيه؟ ايه انت تلعبني سودوكو؟ ايه يعني الناس دي شعبيه؟ نازله انت بدات تفهمني، هي نازله مش بايته. شعبيه بقى مش شعبيه، دي اذواق. مين اللي بايت؟ تعبان. يا عم تعبان عنده ايه؟ اقوم اوديه المستشفى ولا اعمل ايه دلوقتي؟ حرام عليك، تعبان عنده ايه؟ مش يا عم راجل كويس. هو كويس ولا يا تعبان؟ عم كويس كويس ومحترم وعنده طموحات واهداف، بس مش مركز. هياخد الشقه ساعه يركز فيها وهناخد منه 600. ايه يعني هيذاكر فيها؟ بس مش لوحده، هو جماعه اصحابه؟ واحده زميلته. واحدة زميلته ونازلة مش بايتة وتعبان. أنا فهمت. هو سيادتك خروف؟ خروف ايه؟ خروف اكفش. ايه يا عم؟ واحد بجرونة ها. انت هتسيح ولا ايه يا سيح صاحبي؟ ده انا خليها لك صاحبك وانا اعرفك. شفته صاحبي؟ صاحبك منين يا واد؟ شفت ضربه تيجي منك انت يا صاحبي؟ لسه واحد اكفش. الواد ده يا جماعة بيأجل الشقق المفروشة في الحرام، والواد ده تعبان. بس والله. الله اكبر عليك. علموا الادب الخروف ده. هو الكلام اللي بيقوله بلدينا ده صح؟ مين؟ صاحبي؟ او اللي كان صاحبي؟ يا عم وانا اعرفك. يا عم انا راجل منظم، يعني بطلع رحلات، وكنت عايز اطلع رحله لشقه عنده في العماره. رحلة النفرين بس يا واطي. نفرين ثلاثه بقى، هو ماله؟ طب ايه؟ مفيش رحله لاخوك؟
لحسن انا تعبان على الاخر. انت كمان تعبان؟ الجيم ما جايبش نتيجه؟ يا دي قهوه التعبانين ولا ايه؟ وعاوز تطلع رحله؟ كلكم على حاجه؟ انا لازم امشي. الغوا رحلتي. هو ده بقى يا سيدي اللي مضايقك؟ دي ما يضايقش يعني يا نوسه؟ الناس جرى لها ايه؟ يا عم الناس هي الناس، انت مالك انت مدعي الخلق للخالق. الله، بس تعالى عشان ننقي قطه سوا. اولا اسمها طماطم، ثانيا انت عاوز اعوض ابو حامد ينزل السوق ينقي طماطم؟ ما سيادتك مش شامله من بغداد ونازل السوق معايا ليه؟ يعني عشان اخد لي كام تصويره كده هبعتها لابويا في البلد يعرف اني بقيت راجل وكده. قصدي يعني اني بقيت بشتغل وكده. خدي صوريني كاني بشتري جوه. يا بنت عوشتني لساني عشان انا مؤثره. صوريني كاني بشتري طماطم. ايه يا طماطم؟ يعني انت مجنونه صح ولا ننزل مكر؟ وايه الحته الخضراء دي؟ يعني هي دي اللي هتميزك يعني؟ ايه عوض القرف ده؟ ايه؟ انت هتبعت الفيديو ده لابوك ولا القناه فرافين؟ مالها الصوره يا بنت؟ مش واقعي، عايزاك تبقى حقيقي ومصدق، لان انا هاخدك كده في كده على طول. ايوه عشان تبقى طبيعيه يعني. طبيعي. طب بصي صوريني كاني بتعارك مع البياع. حلو ده، اديني من ده. عمو كيف الطماطم دي؟ يا جدع ما تبصش للكاميرا خليك طبيعي. ركز يا ابو عم عشان انا الشمس بتروح مني. ايه الطماطم ايه اللي مجنونه؟ مجنونه على نفسك. انت تعرف انا مين؟ مجنون. اوعى. صباح الزفت يا ابو سمعه. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا ام سيد. الارضيه ما اتفقتش ليه يا ام سيد؟ والله لسه ما استفتحتش يا حماس. لا ماليش فيه، هتدفعي الارضيه هتشوفي مراسيه. والنبي ايه؟ بسم الله ما شاء الله. دور يا باشا. حاجتي انت مالك يا ولد؟ هو تعال فلفل اللي ستيني حشانه؟ نهار اسود. جرى يا حماس، هو في ما بيني وما بينك حاجه عشان تقول لي سبتك او ما سبتكش؟ مين ده؟ لا في، وقايل لك ان انا بحبك وحايسك. انت فاكر ان انا هتجوز بلطجي؟ يا بنت انطقي، مين ده؟ يا بنت قلت لك 100 مره انا مش بلطاقي، انا هفتوى. لا بلطجي، ولو فاكر ان انا بقى ضعيفه وماليش ظهر تبقى غلطان يا حبيبي. تعالى في ظهري كده. لا ده انا ورايا رجاله بتاكل الزلط. مين دول؟ انت. والله العظيم ما حد قال لي اكل الزلط ليه؟ خلاط انا. وانت تبقى لها ايه يا شنشه كلافيه انت؟ شنشه كلابيه؟ اه ابقى لها انا ابقى لها يعني ابقى لك ايه انا صح؟ خطيبي. مين ده؟ انت. انا بردك؟ ايوه انت. والله العظيم ما حد قال لي. طب اسمح بقى كلافيه، كلمه ابرك من اغنيه. البت دي تخصني واللي هيقرب لها هتبقى امه عنه مستغنيه. حماسه. صدق مجاله شعبة الهلف تعلم الرجاله. انت بتعمل لي رياكشن؟ لا بفهم بس. طب انا عندي سؤال، ليه البلطجيه في العصر الحديث بيجوا بيتكلموا بالشعر وكده؟ يعني طالما بتفهموا في الشعر والادب ليه قله الادب وتشتغلوا بلطجيه؟ لا ده مش شعر، ده بيدسك. بيدسني؟ أيوة. مظبوط. طب اسمع يا اخ حباظه انت. اسم حماسه يا عم حماسه حباظه طبازه ما غلطناش في اسم النبي حارسه يعني. عيب تبقى راجل طويل عريض وشعرك اصفر كده وتوقف حرمه في الشارع وتقول لها كلامك الماسخ ده. انا احمل اللي انا حايسه. تحمل اللي انت حايسه؟ كيف يعني؟ عشان احنا كفاءة المظبوط قد القول على الصح شباب فاهم اصول. صدق مجاله، اول الرقصه حنجله واخره. لا انا حافظ لحد هنا. تمام. طب بص يا اخ حباظه انا هسيبك عشان معاك حريق. اوسن كلامك يا قطع انت. حكايه محايا ولا محايا؟ طالما كايه محايا ما تخلي عندك دم وخلينا فوت. فاهمان. كده تنسلم 200 فارس لفارس. ميدان ايه؟ هو في هنا ميدان ده بيملى. هنحمل طايره ونعملها 200. النابوت بيناتيك. ولا كاني سامع حاجه. طب ترد الهديه؟ طب خلي بالك عشان ده راجل صعيدي وفي التحطيب ما اقولكش. مين ده؟ انت. انا برضك؟ ايوه انت. يا بنت انت تعرفي عني حاجات انا ذات نفسي ما عارفهاش. اصل انا شفاف. طب اسكتي طيب. بقول لك ايه يا اخ حباظه؟ اسمع حماسه. سيبك من التحطيب. جاي بلياردو نفس العصايه بس صغير يا هبابه. تعالى انت متلتق وبتقول اي كلام. تلتق؟ شوف انا ما كنتش عاوز اتعارك من الصبح بس متلتق دي نرفزتني. قتيمه. الله ايه الحصر وقف. حلو يا عوض، اديله يا عوض. ايه يا ايه؟ اديله. الله عليك يا عوض. حلو قوي يا عوض. يخرب بيت ابوك يخرب بيت ابوك. ايه يا نور؟ سبت ليه؟
جبت لي؟ ما هو كويس اهو. متحرش. الفلوسه دي زي اختي، كان من اول. حد يوصل لي حاجه. بس انا هسيبك عشان انت معاك حريم. تعالى. شايف ايه من حنتك؟ حمدي شايف نافوخك؟ كنت حاشة الشقاوة دي كلها فين؟ شقاوة؟ أنا في جدتي حاجات يا نوسة لا تتعرى ولا تتورى. بعدين يا بنت أنت ما تاخدنيش في دوك. إيه موضوع خطيبك ده؟ شوف أنا هقول لك الصراحة. أيوه. أنا الصراحة اتزنقت جامد وكنت في موقف يعني لا أحسد عليه. فاضطريت يعني إن أنا أقل من نفسي وأكدب كدبة زي دي وأقول إن أنت خطيبي عشان الواد ده يسيبني في حالي. أنا افتكرت حاجة تانية. لا يا أخويا، ولا تانية ولا تالتة. أنت زعلت ولا إيه؟ وأنت متجوز؟ اتجوز؟ بنت وأنا اتجوز أي حد كده وخلاص. أنا والد عمدة واخد لي كبر الجد، والد 24 نجم. أما كنت أعدي في بلدنا قدام مركز الشباب يوقفوا لعب، يقولوا رايت عوض به معدي. كانوا بيقولوا إيه؟ يقولوا رايت عوض به معدي. دي حاجة حلوة عليك يعني؟ لا طبعا حاجة مهمة، والد العمدة معدي، فاللي هتجوزها دي يعني لازم أن يكون ليها مواصفات خاصة وكده. وإيه بقى هي المواصفات الخاصة؟ أول حاجة إنها تكون غنية زيي. مش معقولة يعني أتجوز واحدة كنت طبعا في فلوسي. وأنتوا ما عندكوش ناس أغنياء خالص في بلدكم؟ كلهم فقراء بالنسبة لي يعني. آخر واحدة أبوي جابها لي عشان أتجوزها كان عندها 10 بهايم و10 فدادين بس. بس؟ والله تشوف البجاحة وعاوزة تتجوزني أنا. لا ده كان الله في العون. الله يخليكي. طب وإيه تاني حاجة؟ تاني حاجة إنها تكون يعني بنت عيلة. يعني أقله بنت وزير، ويكون معاها ICDL لأني ناوي أفرش البيت كله إلكتروني. طبعا أنا شايف الرياكشن اللي على وشك مش فاهمة يعني إيه ICDL، فأنا حابب أنهي المناقشة دي. لا أنا طبعا فاهماها. دي حاجة أساسية في حياة أي بيت. يعني زيها زي الشوار كده، يعني زي طقم الجيلي مثلا. والله العظيم أنت اللي عقلك في الجيلي. اسكت يا بت، اكتمي. تالت حاجة إنها تكون. أنت سرحت ولا إيه؟ بقول لك قول لي إيه تالت حاجة؟ لا يلا بينا. فين تليفونك؟ معايا. أنا خدتك كمية تصويرات هتاخدك في حتة تانية. هاتي بس. جبتني وأنا بهزم حباظة؟ يا عم اسمه حماصة. حماصة حباظة طباظة، ما غلطناش في اسم النبي حرصه يعني. فهمتوا ولا اشرح تاني؟ وانت جايب اللي بانا كده ليه؟ اوريك. يلا ذاكروا. كنت فين لحد دلوقتي؟ ما قلت لك كنت جايه في اوبر والطريق كان زحمه. كدابه، انا دخلت على جوجل ماب وشفت الطريق من الجامعه لحد هنا وكان فاضي. بص انت وهي في الكتاب. لا يا ماما انا مش كدابه. لا كدابه. لو كنت في اوبر بجد وريني الرحله بقى على تليفونك. انت بتشك فيا؟ ايوه بشك فيكي. وريني الرحله على تليفونك. بصي في الكتاب انت وهي. افتحي الباب. مساء الخير يا استاذ وفاء. ازيك يا عو؟ خير. لا مفيش. انا بس كنت جاي اقول للاستاذه هلا اني خدت حقها من السواق بتاع اوبر ده وقت بارد قوي. تصدق يا مدام وفاء بيتعارك معاها عشان عاوزها تنزل تفك 200 جنيه عشان 2 جنيه، بس انا ما سبتهوش. ايوه شفت ده راجل قليل الادب جدا يا عوض. شفت بيتخانق معايا يا ماما عشان 2 جنيه. انت هتقولي لي؟ ما انا شفت كنت واقف. راجل معفن. بس انت برضك غلطانه يا استاذه هلا. وقفت معاكي على جنيهين كنت عيطتي عليا. يعني ايه عيط عليك؟ ناديني يعني ناديني. معلش سايباك للتقيله. ايوه ما جاش في بالي يا ماما. اقعد اشرب بقى حاجه يا عو. لا معلش، انا بس كنت شايف ان في تسريب في المنور تحت، فتاكد لنا بعد اذنك من الحنفيات اللي عندك في الحمام. طبعا هشوفها حالا. مين الواد اللي كنت جاي معاه في العربيه ده؟ ايه بصوا في الكتب. واد مين؟ انت اتهبلت؟ انا جايه في اوبر. اوبر وحياة امك، احنا هنكذب الكذبه ونصدقوها؟ ما انا سامع امك من بره جفشاكي وانا اللي دخلت عشان الحق. ده واحد زميلي. زميلك؟ ده انت ما تقعديش تبحري وتجبلي في الكلام. زميلك ده يجرب لك ايه يعني؟ بنحب بعض مرتبطين. ايوه كده مرتبطين. طالما رايدك ما بيدخلش البيوت من ابوابها ليه؟ ولا لازم يعمل كيف الحراميه؟ اسمع يا بنت ذكر الحديد، الواد ده لو راجل وبيحبك صح وبيحترمك كان جه دب على الباب. مالكش دعوه على فكره، ده اكتر واحد بيحبني في الدنيا دي. تمام؟ وهتكون فاكر ان انت كده مسكت عليا زله. ها؟ لا انا عمري ما اعمل كده في وليه. انا بس عايز اقول لك اتقي الله في الوليه الشجيان عليك دي، وبقولها لك والاخر مره يا هلا،
اللي راقد حد يا بنت الناس بيدب على بابه وما بيفوتلهوش من الشباك. هي عوض كل المحابس سليمه الحمد لله. اه ما انا عارف. ايه قصدي يعني